السلام عليكم. أنا سميتي غيسلان، عمر ديالي 18 سنة، كنسكن في إسبانيا. اليوم جيت باش نعاود القصة ديالي حيتاش وصلت لي الحد ديالها دمرت بزاف في حياتي بسبب الحب. واليوم جيت نعاود ليكم بلا ما نطول عليكم. أنا كنت بنت عادي، كنخرج مع صحاباتي، كنمشيو، كنقراو مجموعين، كندورو مجموعين، كناكلو مجموعين. واحد البنت اللي كنت معاها بزاف، كنت كنمشي معاها اكثر من اختي. كنا كنمشيو مجموعين، كنقراو، كنرجعو للدار وصافي ديما. حتى واحد النهار مشينا هكا جلسنا كنستراحو في واحد الجريدة، وكانو تما واحد جوج ولاد. بقاو كيشوفو فينا وحنا كنشوفو فيهم. من بعد مشينا حتى كنشوف ديك الولد واحد فيهم جاي يتابع صاحبتي وكيقول لها عطيني النمرة ديالك. عطاتو النمرة صاحبتي. من بعد في العشية هدرها. درنا جروب حنا ب4، دخل معنا حتى داك الولد اللي كان معاه. بقينا كنهضروا هكا. من بعد داك الولد صيفط ليا في بريفي، قال لي سلام، قال لي واش مسالي غدا نتلاقاو. قلت له انا واخا صافي غدا نتلاقاو. مشيت صافي مشيت لقيت معاه. خلي الولد عجبتيني بزاف وبغيت نتعرف عليك وتكون علاقة نقية وتبدا نقية وتسالي بالحلال. قلت له اوكي ان شاء الله يكون خير. بقينا كنهضروا سايبينها شهرين وحنا كنهضروا. كانت علاقة نقية بزاف. كنا ديما كنخرجوا ب4، كندوروا ب4 يعني. كانت بيناتنا علاقة صداقة وفي نفس الوقت كانت علاقة حب، وكانوا فيها بزاف د مشاعر، وهذا كيرد البال هذا، وبحال العائلة وصافي. حتى واحد النهار معرفتش شنو وقع، اللي تقلب كل شيء. بحال إلا كنت ناعسة، كنت كنحلم داكشي كامل. حتى فقت ما لقيت في يدي والو. بحال إلا لقيت في يدي غير ديك الصديقة ديالي هي اللي كنهضر معاها صافي. هذوك الجوج بحال عمرهم ما دخلوا في حياتي. اللي واحد فيهم كان اكثر من صديقي، كان خويا، كنت كنعيط له خويا. والاخر كانت شي حاجه يعني مميزه في حياتي بزاف، حيت كانت حياتي عادي. حيت دخلت فيها علاقه، اهتمام، من بعد حب، بحال اي بنت. صافي حكم علينا الله، تفرقنا حيت وقعوا بزاف د المشاكل. حيت انا لدابا والله دابا باقا معرفاش شنو هما هاد المشاكل اللي وقعوا. حيت هو كان كيقول لي شوف غيسلان، انا عندي مشاكل وما بغيتش نديرو لك معايا، حسن نتفارقوا ونخليو الوقت يحكم بيناتنا. كنت كنقول له انا لا امين، انا معاك، ومشاكل ديالك ديالي ومشاكل ديالك، حنا واحد. واذا ما جيتش نحلك المشاكل ديالي وتحل المشاكل ديالي، يعني هاد العلاقه ما عندها حتى شي معنى. خليه الوقت وصافي. خلينا هالوقت. بقيت كنهضروا بزاف، كنهضروا مرة سلام وصافي. انا ديما
كنتبعو غير من بعيد. تبدل عليا بزاف لواحد الدرجة مبقيتش عرفتو واش امين اللي عرفت هادي شهرين واش هو امين ديال دابا. تبدل لواحد الدرجة بحال الا هزيتي واحد وحطيتي واحد اخر ما بقيتش كنعرفو. من بعد صافي بقينا هكا. انا حياتي تلونات حيت كان كلشي غادي مزيان، كان كلشي مثالي. في الاخر بحال الا صدقت غير كنحلم وصافي. مهم صافي من بعد بقينا كنتلاقاو. بالحق ما بقيناش كيف الاول، يعني كنتلاقاو كنضحكوا. يعني كيقول لي هو اش باغي نبقاو اميغوس صافي. انا بغيت نخسر هاد العلاقه اللي بيني وبينك، ولكن نبقاو اميغوس صافي. وديك الكلمه هي اللي كانت كتجرحني دابا الصح، كانت كتجرحني. ما بغيتش نبقى اميغوس. حنا كنا شي حاجه زوينه وفي الاخر تجاو تقول لي اميغوس. يعني قلت له شوف امين، الصداقه تقدر ترجع حب، لكن الحب عمره ما يقدر يرجع صداقه. هو هاد الكلمه ديما كان كيضحك عليها. هاد الكلمه ما كانش عاطيها شي اهميه، حيت ما كيحس بالجرح غير اللي فيه. حيت واحد مجروح وواحد ما على بالوش عايش حياته كيخرج وبزاف. صافي فاتت شي كامل. تفارقنا دابا شهر باش تفارقت معاه. تفارقت انا وامين. من بعد والو، بحال هو دارني بحال الى عمري دزت من حياته. وانا ماشي نقول نسيت، ولكن غير الجرح دفنته صافي. غير الجرح غطيته صافي. مشات هكاك. من بعد انا بحال الا حسيت بالحقره، حسيت بشي واحد حقرني. لدرجة دعيت عليه. دعيت عليه قلت انا بغيت ديك اللي دار فيا هاد الحاله عمرو ما شاف النهار الابيض. وهاد الكلمه ما عرفتهاش فوقاش خرجت، حيت كنت مخنوقه. خاصني شي حاجه نديرها، ما عرفتش شنو غادي ندير. ما بقيت عارفه والو، ما بقيت عارفه شنو كندير. ديك الكلمه قلتها في لحظه، يعني كنت مخنوقه ومجروحه بزاف. والمشكله هي ديك الكلمه تحققت، وماشي يلا قلتها ماشي بزاف. والولد دغيا بانت في هاد الكلمه، حيت فريمون ندمت بزاف، حيت ما بغيتوش يتعدى في حياته. شخص كنت كنبغيه وبقى كنبغيه وغنبقى ديما كنبغيه. ما بغيتوش يتعدى في حياته، حيت تعذب ولا يضرق قلبك ولا يكون عندك مشاكل. شي حاجه قاصحه بزاف، حيت كلشي كيبغي يعيش بخير، كلشي كيبغي يعيش مزيان، كلشي كيبغي يعيش حياه مزيانه وما خاصو حتى خير. لكن ديك الكلمه اللي قلتها ما حسيتش براسي. والله دابا كنحس براسي غالطه بزاف. اليوم كنت خارجه نقضي واحد الشغل هكا وتلاقيتو غير صدفه. تلاقيتو امين تبدل بزاف، ما بقاش مديها في حالته.
أحد ولد حالة بقيت عرفتو، يعني فاش كنت معاه كان الولد مزيان، كيمشي كيخدم كيجي في العشية كنتلاقاو في الصباح ملي كيكونش خدام. الولد ديما لابس مزيان، يعني ما عندوش وما خاصوش، عايش حياة باخر. ولكن اليوم يعني شفتو في واحد الحالة اللي بصح تقسحت وبدات كترجع عندي السيدة كاملة من داكشي كامل اللي داز بيني وبينو، بدا كيرجع عندي كامل كيدور لي فراسي، ما عرفتش شنو كيوقع. المهم صافي سلمت عليه ومشيت. من بعدها مشينا هكا كنضر انا واحد صاحبتي، من بعد هو يصيفط لي ميساج في انستغرام، قال لي سلام، قال لي خاصني نهضر معك اخي اسلام بوحدنا، ولكن بوحدنا. قلت له انا واخا امن اجي، ديك البنت قلت لها اسمحي لي ولكن خاصني نبقى بوحدي شويه. قالت لي اوكي فهمت. مشات البنت متفاهمه، هدرت معاه. الولد ما عرفتش، يعني كنقول له مالك امن، اش وليتي في هاد الحاله، عندك مشاكل؟ هو يقول لي سي عندي مشاكل اخي اسلام، ولكن ما بغيتش ندخلك فيهم. نقول انا امن، انا قلت لك نهار الاول المشاكل ديالك مشاكل ديالي، واللي ثقلت عليك خففت عليا، واللي ثقلت عليا خففت عليك، حيت حنا واحد، واذا ما جيناش نكملوا بعضياتنا حتى واحد ما غادي ينجح فينا في حياته، حيت يد وحده ما كتصفقش. و انا ندمت بزاف على ديك الكلمه اللي خرجت من فمي، حيت قلتها مظلومه ودغيا، يعني كون غير ما قلتهاش، كون غير الله ما استجابش لي ديك الساحه، دغيا وقعوا له مشاكل، دغيا ترونت حياته بزاف د المشاكل، كانوا يعني مشاكل ما غاديش نقدر نقولهم دابا، ولكن يعني واحد حياته ترونت بسبابي. بصح انا ترونت حياتي بسبابه، بالحق انا بغيت شي واحد ترون له حياته بسبابي، حيت بغيت شي واحد يتعذب. صافي جيت للدار، بقيت كنهضر معاه، كنقولو دابا يتفتح كل شيء، دابا ربي يفاجئها. بقيت كنبكي اليوم النهار كامل وانا كنبكي، صوتي اصلا كتشوفوا عيان حيت نهار كامل وانا كنبكي. فريمون ديك الكلمه اللي قلتها ندمت عليها بزاف. امين كان واحد الحاجه زوينه في حياتي، كنت كنحترمه، كنت كنبغيه بصح بزاف، ولكن انا قلتها في لحظه غضب، كنت مظلومه وقلتها، ولكن ندمت، والله ندمت بزاف. ما بغيتش يوقع له هادشي كامل، حيت الله كبير ومبغيتوش هو يتعذب في حياته، بغيت كلشي يعيش بخير، بغيت كلشي يكون مزيان، حيت بصح الواحد اللي كيكون كيحس براسو راه مخلوق راه كيتعذب من الداخل. هاد الاحساس يعني خايب بزاف، مقدرش كيفاش نشرحه. المهم انا شنو كنطلب دابا،
انا محتاجة والله نصائح ديالكم. بغيت شي نصيحة تكون خارجة من القلب. بغيت اللي كنطلب دابا من الله يكون كل شيء مزيان، وديك الولد تقدلو حياته ويرجع ولد عادي عايش حياته بخير، عايش حياته نورمال. وهادشي اللي بغيت نقول. صافي، هذه هي قصتي.